بيبدأ فيلم النهاردة سنة 1307 في وقت كانت الإمبراطورية النمساوية محتلة أجزاء كبيرة من سويسرا، وبيبدأ الفيلم مع صياد سويسري اسمه ويليام تيل. كان بيستعد هو وابنه وولتر علشان يصطادوا، وفي نفس الوقت ده كان في مزارع اسمه بومجارتن بيجمع الصخور هو وزمايله، وفجأة بيلاقي اللورد ويلفشوت هو وجنوده رايحين على بيته علشان يجمعوا الضريبة، لكن بومجارتن ما كانش معاه ولا مليم علشان يدفع لهم ومش عارف هيتصرف ازاي، فبيسيب زمايله وبيرجع البيت. وبعدها ويلفشوت وصل عند مرات بومجارتن وبياخد منها كيس فلوس وبيقول لها انه قليل جدا، وعلشان كده بيطلب منها تعمل اكله ملوكي لجنوده. وبنرجع تاني لتيلو وهو بيعلم ابنه ازاي يصطاد الخروف، لكن ابنه لما بيضرب السهم على الخروف مش بيعرف يصيبه، وتيل بيقول له انه الفشل شيء عادي، المهم يتعلم من غلطاته. ولما العاصفه بتقرب منهم بيوقفوا صيد وبيرجعوا للقريه. وقتها بومجارتن كان راجع للبيت وفضل يتسحب لحد ما دخل البيت، وبيلاقي مراته مقتوله وبيعرف ان ويلفشوت هو اللي عمل كده، فبيقرب منه وبيمسك في رقبته وبيخنقه، لكن ويلفشوت بيفضل يشد فيه لحد ما بيوقعه في الحوض وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبومجارتن بياخد السكينه بتاعت ويلفشوت من الحوض وبيفضل يطعنه في جسمه لحد ما بيقتله. وبعدها بيمشي من البيت، والجنود اما بيعرفوا اللي حصل ويلفشوت بيجروا وراه وبيستخبى منهم تحت التل، ولحسن الحظ مش بيعرفوا مكانه. وبعدها بيعدي النهر والجنود بيشوفوه وبيجروا وراه، وساعتها كانت العاصفه بدأت، وتيل والصيادين صحابه بيخرجوا المراكب بتاعتهم من الميه علشان ما تغرقش. وبعد ما خلصوا بيلاقوا بومجارتن بيجري على مركب منهم وعاوز ياخدها ويهرب، لكن تيل واصحابه بيوقفوه وبيقولوا له انه ما ينفعش يتحرك بالمركب في وسط العاصفه، لكن بومجارتن بيقول لهم ان الجنود لو شافوه هيقتلوه. وتيل سأله مين اللي بيجري وراه، فقال له انهم جنود ويلفشوت، وحكى له ان ويلفشوت قتل مراته علشان الضريبه كانت قليله وعلشان كده قتله زي ما قتلها. وتيل بيكون متردد يساعده، لكن في الاخر بيضطر انه يوافق، وبيقول لابنه وولتر يرجع لامه ويجيب الخيول ويقابله عند الشلال. وبعدها بيركب المركب وبيتحركوا بيها، واول ما الجنود وصلوا مش بيلاقوا بومجارتن بيحرقوا القريه باللي فيها، وابن تيل بيستخبى في مكان لوحده بعيد عنهم. وبنروح بعدها لقلعه هابسبورج في النمسا، وهناك الملك البرت بيعرف ان ويلفشوت اتقتل، وبيقول للنائب بتاعه اسمه جيسلر انه لازم يمسك اللي عمل كده ويعاقب كل السويسريين اللي زيه، لكن جيسلر بيقول له ان سويسرا محميه بالجبال وعلشان كده لازم يسيطروا على الشعب نفسه من غير ما يدخلوا معاه في حرب خسرانه. وبيوصل تيل وبومجارتن للضفه التانيه من النهر، ومرات تيل بتيجي هي والخيول اللي تيل طلبها من وولتر ابنه، وبتبدا تعالج الجرح بتاع بومجارتن، وبتزعل من تيل علشان سابهم ومشى، لكن بومجارتن بيقول لها انه راجل طيب وساعده يهرب في وسط العاصفه. وتيل بيطلب منها تاخد الحصان وترجع البيت، وبتزعل لما بتعرف انه هيسيبهم تاني، لكن بيقول لها انه لازم يطمن على بومجارتن الاول وبعدها هيرجع. وبتسمع كلامه وبتركب الحصان وبتمشي. وفي الوقت ده بقى جيسلر كان بيحاول يقرب من بيرسا بنت اخو الملك البرت، وبيقول لها انها بتشبه الملك في شجاعته وكبريائه، فقالت له انها عارفه اللي بيحصل في سويسرا وانهم بيكسبوا فلوس كتير لكن في نفس الوقت بيخسروا ناس كتير جدا. فجيسلر قال لها ان كل حرب فيها مكاسب وخسائر، لكن بتقول له ان مفيش مكسب في الدم، وما ينساش ان امها سويسريه. وبعد شويه الملك بيستدعي بيرسا وبيطلب منها تقرب من جيسلر وتتكلم معاه، لكن بيرسا بتقول له انها مش حباه، فبيقول لها انها من نسل العيله المالكه ولازم تتجوز واحد نمساوي. وبنروح بعدها لزعيم قبيله سويسري اسمه اتنجهاوزن، وهو بيسال ابن اخوه رودنز هو متحالف مع النمساويين ولا لا، لكن رودنز مش بيرضى يجاوبه. وبعدها وتنجهاوزن بياخده علشان يشارك معاهم في عاده من عادات عيلتهم القديمه، وبياخدوا القط وهناك بيلاقي ناس من الشعب وبيبداوا كلهم يشربوا من كاس واحد، ولما الدور بيجي على رودنز بيرفض انه يشرب معاهم. وبعدها وتنجهاوزن بيخرج كل الناس ما عدا رودنز وبيساله هو ليه مش بيحترم شعبه، وهو عارف انهم بيعانوا من ظلم النمساويين، فقال له ان النمساويين بيسموهم النبلاء الفلاحين، ودي حقيقه هو مش واخد باله منها ولازم ينضم ليهم علشان بلده تزدهر زيهم، لكن بيقول له ان الشعب بيعاني منهم ولازم يفهم احتياجاتهم وينفذها. لكن رودنز بيقول له ان ملك النمسا اقوى منهم بكتير ومش هيقدروا يواجهوه، فويتنجهاوزن بيقول له انه ما عندوش ولاد وفي يوم من الايام هيبقى الزعيم من بعده، لكن رودنز بيقول له انه مش هيبقى ملك على شعب من رعاة الغنم، وكل اللي بيعمله هو انه يصالح الفلاحين مع بعض، وهيحاول بكل قوته انه يتحالف مع النمساويين علشان يبقى شخص منهم. وبعدها بيوصل تيل عند صاحبه ستوفاشر ومراته جريترود وبيرحبوا بيه هو
بومجارتن وبيأكلوهم. وجريت رود بتقول لبومجارتن انه هيقدر يشارك معاهم ويدافع عن بلده، لكن استوفاشر بيقول لها انه كلامها مش واقعي وصعب التنفيذ، لكن بتقول له انه معاهم رجاله بتعرف تستخدم السلاح غير تيل وبومجارتن، وبيقول لها ان الحاجات اللي بتتكلم عنها نسيها من زمان هو وتيل، والبيت بتاعهم لو قامت حرب هيتحرق كله ومش هيلاقوا حاجه يتداروا فيها، لكن بتفضل مصره على فكرتها وبتقول له انهم لازم يثقوا في ربنا علشان يحرروا ارضهم، لكن تيل بيقول لها ان ناس كتير قالت كده قبلهم وماتوا في النهايه. وفجاه الباب بيخبط واستوفاشر بيعرف ان جسلر هو اللي بيخبط، وعلى طول بيلبسوا بومجارتن لبس واحد من الخدم وبيستخبى وسطهم. وبعد ما بيدخل البيت بيؤمر جنوده انهم يفتشوا البيت حته حته، وبعد ما الجنود بيخلصوا بيقولوا له انهم ملاقوش حاجه، وبيروح عند بومجارتن وبيسالهم لو كانوا عارفين حاجه يقولوها قبل ما يمشي. وتيل بعدها بياخد سلاحه منه وبيقول له ان اللي بيدور عليه مش موجود، وجسلر بعدها بيودعهم وبيمشي. وجريت رود بتقول لتيل انهم لازم يروحوا للكاهن فورست علشان هو الوحيد اللي هيقدر يساعدهم في هدفهم، وتيل بيوافق على كلامها. وبعدها رودنز بيقابل الملك ألبرت وبنعرف انه بيحب بنت اخوه بيرسا وبيعمل كل ده علشان يبقى معاها. وبيقابل الملك وبيقول له انه لازم العيلتين يندمجوا مع بعض لمصلحة البلدين، وانه هيفضل شغال لمصلحتهم لحد ما هدفهم يتحقق. وبنرجع تاني لتيل ومعاه استوفاشر وبومجارتن وبيوصلوا لقرية صغيرة، وساعتها كل الجنود النمساويين بيقتلوا وبيدبحوا في كل سكانها وبيحرقوا بيوتهم. وكان في شاب واقف قصادهم بكل شجاعة وفضل يقتل فيهم بالفاس بتاعه، وكل اللي كان بيجي في سكته كان بيخلص عليه بكل سهولة. وبيروح لابوه العجوز علشان ياخده ويهرب، لكن ابوه بيقول له انه مش هيقدر يروح معاه وبيأمره انه يسيبه ويهرب هو. وبعدها بيجري للجبل وبومجارتن بيمسكه وبيخبيه من الجنود، والجنود بيروحوا لابوه وبيسألوه مين اللي عمل كده في اصحابهم، والراجل مش بيرضى يتكلم. وقبل ما الجندي يخلص عليه بالسكينة بيطلب ابنه من تيل انه يضرب ابوه بالسهم ويخلصه من عذابه، وتيل بيسمع كلامه وبيضربه، والجنود بياخدوا بالهم منه وبيستعدوا للهجوم عليه، لكن بومجارتن بياخد الشاب وبيهرب. وتيل واستوفاشر بيفضلوا مكانهم وبيبداوا يضربوا الجنود واحد ورا التاني بالسهام بتاعتهم، والجنود ملحقتش تتحرك من مكانها من سرعة تيل واستوفاشر، وفي وقت قليل بيخلصوا عليهم كلهم. وبعدها بيروحوا لمدينة ألتدورف، وهناك بيلاقوا ناس مشنوقين ومتعلقين على أسوار المدينة. وتيل بيروح يدور على الكاهن فورست، وبعد ما بيلاقي فورست وبيجتمعوا معاه بيقول لهم ان الحاكم النمساوي حاكم وحشي وظالم ويقدروا يتفوقوا عليه لو اتحدوا مع بعض، وعلشان كده لازم يبدأوا مهمتهم بتوحيد السويسريين. وطلب من استوفاشر انه يكلم زعماء القبائل علشان ينضموا ليهم، ونصحوا انه يبدأ بأتنجهاوزن. وتاني يوم استوسي بيعلق خوذة على عمود في وسط مدينة ألتدورف، وبيقول للناس انهم لازم يركعوا كل يوم للخوذة علشان يثبتوا ولائهم للملك. وفي اللحظة دي تيل وأصدقائه بيتقسموا الفريقين وبيتفقوا انهم يتقابلوا تاني يوم عند الكهف اللي على البحيرة. وبعدها تيل بيرجع بيته وبيقابل سونا وولتر ابنه، وبتقول له سونا انها عاوزة تروح معاه وتقدر تحارب بالسيف وتشارك معاهم. وتيل في الاول ما بيكونش موافق، لكن بتفضل تلح عليه وفي الاخر بيوافق. وفي الوقت ده بيرسا بتقابل رودنز وبتقول له ان الملك بيخدعه ولازم يقف مع شعبه ويحارب عشانهم، وبيسألها هي كمان يا ترى بتخدعه زي الملك ولا لا، فقالت له انها بتحبه من قلبها وعلشان كده عاوزاه يقف مع شعبه ضد الملك. وبيرجع تيل ومراته وابنه تاني لمدينة ألتدورف وبيقابل فورست، وساعتها وولتر بيقرب من الخوذة وبيسأل تيل عليها، لكن تيل مش بيجاوبه وبياخده علشان يمشوا. لكن الجنود بيقفوا وبيقولوا له انه لازم يركع هو وابنه قدام الخوذة، فتيل بيرفض اوامر الجنود، وستوسي بيأمره تاني انه لازم ينفذ طلبهم، لكن تيل بيهجم عليه وبيزنقه في العمود. وبعد ما بيسيبه ستوسي بيأمر الجنود ياخدوه على السجن، لكن استوفاشر بيوصل وبيحمي تيل هو والناس وبيقفوا في وش ستوسي وجنوده. ووقتها جسلر بيوصل وبيطلب من تيل يركع قدام الخوذة لان ده مرسوم ملكي، لكن تيل بيكون عنده عزة نفسه وبيقول له انه مش بيركع لحد. وبعدها بينده على وولتر ابنه وبيسأله هو ابوه محترف قد ايه في الرماية، فقال له انه ممكن يسيب تفاحة في شجرة من على بعد 100 ياردة. وساعتها جسلر بيقول لتيل انه لازم يصيب التفاحة من نفس المسافة، لكن هتبقى على راس ابنه، ولو معرفش يسيبها هيقتلهم
ويقتلهم كلهم. وساعتها سونا بتخاف على ابنها وبتتوسل لجسلر علشان يسيبه، لكن وولتر كان شجاع ووافق انه يحط التفاحة على راسه. وبيرسا بتروح له وبتطلب منه يركع لجسلر علشان يسيبه هو وعيلته، وكمان فورست بيركع له وبيتحايل عليه علشان يسيبهم، لكن جسلر مش بيهتم بكلامهم وبياخد وولتر وبيوقفوه عند العمود. وتيل بيتحايل على جسلر انه يقتله بدل ما يعمل اللي في دماغه، لكن جسلر بيقوله انه مش عاوز يموته وكل اللي عاوزه هو انه سهمه يجي في التفاحة. بس ساعتها رودنز مش بيقدر يسكت اكتر من كده وبيعتذر لشعبه على الظلم اللي ما كانش يعرف عنه حاجة، وبيهجم على الجنود وبيقتل واحد منهم. لكن بعدها للأسف بيوقعوا سيفه من ايده وبيقبضوا عليه. وبعد شوية بومجارتن بيظهر نفسه وبيقول لجسلر ان هو اللي قتل وولف شوت ومستعد يتحمل ذنبه لو كان ده هيحرر تيل، لكن جسلر بيؤمر الجنود انهم يمسكوه وعلى طول بيغرس السيف في رقبته وبيقتله. وبعد اللي حصل بيضطر تيل انه يوافق، وبعدها بيطلب من ابنه انه يسامحه وبيستعد علشان يضرب السهم في التفاحة. وسونا بتفضل تتحايل على تيل انه يركع لجسلر وينقذ ابنهم، لكنه بيطمنها وبيقول لها انه هيعيش وبيبدأ يستعد علشان يضرب السهم. واول ما بيضربه بيجي في التفاحة وبينقذ ابنه، وبعدها بيقبضوا عليه والناس كلها بتتلم عليه وبيحتفلوا بيه وبشجاعته. ورودنز بيهرب من الجنود وفورست بيطلب منه انه يرجع لعمه بسرعة ويجهز جيش، وبيرجع لعربيته وبيقول لبيرسا انها خانته وخانت الملك، فقالت له انه بسبب غبائه خلى تيل بطل في عين الناس. وبيقول لها ان لما الملك هيعرف اللي حصل هيهينه انه قبض عليه وانتقم من المجرم اللي قتل وولف شوت وفاضل بس انه يجوزها له. لكن بيرسا بتقول له ان ده في احلامه، وبيتعصب جسلر وبيعتدي عليها، لكن بتقدر تاخد سكينته وبتضربه بيها، لكن الضربة مش بتيجي فيه وبيرد لها الضربة مرة تانية. وبيرجع رودنز للقلعة وهناك بيلاقي عمه اتنجهاوزن بيطلع اخر انفاسه وبيعتذر له على اللي عمله وبيوعده انه هيحارب علشان شعبه وارضه ومش هيتحالف مع عدوهم تاني. وعمه بيعفو عنه وبيقول له ان القلعة بتاعته هتبقى باسمه من بعده، وبعد الكلمتين اللي قالهم بيموت. وفي الوقت ده فورست كان وصل للكهف ومعاه كل الناس اللي هربت، وبيوصل رودنز للكهف وبيعرفهم ان عمه مات وبيعتذر لهم انه اتحالف مع النمساويين قبل كده. واثناء نقل تيل في المركب بتحصل عاصفة شديدة جدا، وبيرسا بتكون محبوسة جوه اوضة صغيرة في المركب وبتحاول تفتح الباب علشان تخرج. ومن حركة المركب السريعة استوسي بيتخبط في دماغه وبيسيح دمه، وبيرسا بتقدر تفتح الباب وتخرج. وتيل بيقول لها ان مفتاح السلسلة اللي مربوط فيها مع ستوسي، وعلى طول بتروح تاخد المفتاح منه وهو واقع على الارض وبتجري على تيل وبتفتح قفل السلسلة وبتحرره. وساعتها تيل بيكون في قمة غضبه وبيدور فيهم الضرب بالسلسلة اللي معاه، وبيفضل يضربهم يمين وشمال بكل قوته ومحدش من الجنود كان قادر عليه. وفي نفس الوقت بيرسا كانت بتضرب الجنود بالخنجر اللي معاها وقدرت تخلص على كذا واحد. وبعد ما تيل قطع السلسلة عليهم بيمسك في اخر واحد وبيفضل يضربه بالبنيات ومش بيرضى يسيبه، وبيجي جندي من وراه ولسه هيضربه بالسيف، لكن بيرسا بتضربه بالخنجر وبتموته. وبعد ما بيوصلوا لضفة النهر بيقابلهم بالصدفة اصدقاء تيل، وتيل قال لهم انه بيدور على جسلر، فقالوا له انهم شافوه هو وقواته بيمروا من طريق كوسناكت، وقالوا له انه ما ينفعش يمشي من الطرق العامة علشان يوصل له لان الجنود مراقبينها كلها. فبيرسا قالت له انها تعرف توصل له عن طريق الجبل لانها عاشت وتربت في المكان ده وحافظاه كله. وتاني يوم صحاب تيل اللي قالوا له على مكان جسلر بيروحوا لاستوسي وبيقولوا له على خطة تيل، وجسلر بيأمره انه يروح لقلعة سارنين ويتولى قيادتها ويستناه هناك. وبنرجع تاني لرودنز وهو بيخطط ازاي هيهزموا جسلر، وبيقول لهم انهم لازم الاول يسيطروا على قلعة سارنين علشان يقطعوا الامدادات على جيش جسلر، وبعدها يتجهوا لالتيدورف ويسيطروا عليها. وسونا بتقترح انهم يخدعوا جنود قلعة سارنين الاول قبل ما يهجموا، وقالت ان عيد الحصاد قرب ووقت العيد ده بيقدموا هدايا للحاكم، وممكن الستات تستخبى وسط الناس اللي هيقدموا الهدايا ويدخلوا السلاح للقلعة. وبعدها رودنز يبدأ الهجوم بعد ما يكونوا امنوا البوابات والطريق بقى مفتوح قدامهم، وكلهم بلا استثناء بيوافقوا على خطتها وبيستعدوا لتنفيذها. وبيجي عيد الحصاد وبتستخبى سونا وجيرترود وسط الستات وبيدخلوا القلعة، وستوفاشر بيتسلل هو واللي معاه جنب القلعة علشان يستعدوا للهجوم. لكن ستوسي اول ما بيشوف جيرترود وسونا بيتعرف عليهم وبيأمر الجنود يقبضوا عليهم. وفي نفس الوقت كان تيل وبيرسا وصلوا لطريق كوسناكت، واثناء ما جسلر بيمر هو وجنوده من الطريق بيقرب منهم تيل وبيبدأ يستعد علشان يضربه. واول ما بيقف بالعربية وبيخرج راسه من الشباك بيضربه تيل بالسهم وبيجي فيه، وساعتها بيخرج من العربية وبيتحمى في الجنود علشان تيل ما يشوفوش، وبيأمرهم يطلعوا الجبل ويحاصروه لحد ما يقبضوا عليه. لكن اول ما الجنود بتتحرك بيضربهم تيل تاني
تاني وبيموت واحد منهم، وبعدها الجنود بيشوفوا تيل وبيضربوه بالسهام، لكن كان استخبى تاني واستنى واحد من الجنود يقرب منه وقام ضربه بسهم وموته. وفي اللحظة دي بيرسا بتهجم على جندي تاني وبتوقعه من على حصانه وبتنده على تيل علشان يهربوا سوا، لكن تيل وهو بيجري الجندي بيضربه بالسهم وبيسيبه، وبعدها تيل بيرد له السهم تاني وبيقتله، وبعدها بيركب الحصان وبيحاول جسلر انه يضربه بالسهم لكن ما قدرش بسبب الاصابه اللي في ايده. وبعد ما بيهربوا وبيوصلوا لمكان امان، بيرسا بتبدا تعالج تيل من الاصابه اللي حصلت له بسبب السهم اللي اخده، وبعدها تيل بيرجع لاصدقائه وسونا مراته بتقابله بالدموع وبتحكي له ان هجومهم على قلعه سارنين فشل، وده علشان واحد منهم خانهم وراح بلغ ستوسي بخطتهم. واثناء القتال مع الجنود ستوسي بيضرب جيرترود بسهم وبيقتلها، وسونا بتطلب منه انه يوحد الشعب من تاني بسبب حالة اليأس والحسرة اللي هم فيها. وبعدها تيل بيجمعهم وبيقول لهم انهم دلوقتي مش نبلاء ولا فلاحين، دلوقتي هم سويسريين وبس، وبيفكرهم انهم لازم يتحدوا ويثقوا في بعض ويكونوا على استعداد للموت في سبيل تحرير ارضهم وبيوتهم. وفي الوقت ده تيل كان بيخطط هو واصدقائه للهجوم على قلعة التدورف، وبيسألوا واحد كان شغال مع العمال في تحصين القلعة هو ازاي خرج منها وهي مقفولة، فقال لهم انه جواها نفق صغير بيخرج لبره القلعة. وبيرسا في الوقت ده بتتسلل لأوضة الملك وبتضربه في عينه وهو نايم وبتسيبه يطلع في الروح. وبالليل تيل وستوفاشر بيروحوا لجسلر القلعة وبيفضلوا يشغلوه بالكلام لحد ما ينفذوا خطتهم. وفي الوقت ده فورست والجنود بيدخلوا القلعة من خلال النفق، وأول ما بيلاقوا الجنود في وشهم بيضربوهم بالسهام وبيقتلوهم، وبيستخبوا جوه القلعة من غير ما حد يحس بيهم. وتاني يوم واحد من رجالة تيل بيهجم على حراس البوابة وبيرمي واحد فيهم من فوق القلعة وبيكمل ضرب في الحراس التانيين. وتيل ورجالته كانوا مستخبيين في العشب، ولما بيعرفوا ان الراجل بتاعهم هجم على الحراس بيظهروا نفسهم وبيضربوا القلعة بالسهام، وكانت نازلة على الجنود زي المطرة وبيقتلوا كذا واحد منهم في لمح البصر. وبعدها صاحب تيل بيقدر يشبك خطاف في قفل البوابة، وعلى اخر لحظة بيقدر يفتحوا قبل ما الجنود تقتحموا. واول ما بيدخلوا القلعة بيهجموا على الجنود بكل قوتهم وبيضربوهم بالسهام وبيبرزوهم بالسيوف. وفي نفس الوقت كانت في مجموعة تانية بقيادة رودنز بتقتحم البوابة التانية للقلعة، وعلى طول بينزلوا ضرب في الجنود بكل الأسلحة اللي معاهم. وفي اللحظة دي الراجل اللي قال لتيل على النفق بيولع في عربية براميل متفجرة وبيزقها على الجنود، وبعد ما بيعمل كده الجنود بيضربوه بالسهام في ظهره وبيقتلوه، والبراميل بتنفجر كلها فيهم وبيتحرقوا كلهم. ورودنز وقتها بيروح لجسلر وبيهجم عليه وبيبارزوا بعض بالسيوف بكل قوتهم، وجسلر بيقدر يضرب رودنز في جنبه بالسيف وبيعوره، لكن رودنز مش بيستسلم وبيرمي سيفه وبينزل في ضرب لحد ما بيزنقه وبيزق وشه ناحية سهم في الحيطة، لكن للأسف ستوسي بيجي وبيطعنه في ظهره وبيرموه على الأرض وبيسيبوه ينزف. وأثناء ما وولتر كان بيواجه واحد من الجنود بيطلب من ستوفاشر إنه يساعده، لكن ستوفاشر كان مشغول بجسلر اللي بيقرب عليه وبيكون محتار يضرب جسلر ولا الجندي اللي بيواجه وولتر، لحد ما بيقرر إنه يضحي بنفسه وبيضرب الجندي وبينقذ وولتر، وجسلر بيوصل له وبيغرس السيف في جسمه وبيموته. وتيل ورجالته بيضربوا اللي اتبقى من الجنود بالسهام وبيخلصوا عليهم. ووقتها كان جسلر خد وولتر رهينه ومجمع اهل القلعه وحاطط جنبهم قش، وبيهدد تيل انه ممكن يحرقهم ويذبح ابنه لو ما سابوش يمشي. وفي نفس اللحظه دي بيوصل الجيش النمساوي وبيتحرك ناحيتهم، لكن قائد الجيش بيجيله اوامر انه يرجع تاني بالجيش بسبب ان الملك مات. ولما جسلر بيشوفهم وهم راجعين بيتصدم وكل جنوده بيستسلموا وبيرموا سلاحهم على الارض، وفجأة وولتر بيضربه بالخنجر في رجله وبيهرب منه، وجسلر بيقع على الارض وبيطلب من تيل انه يقتله وبيقول له انه لو مات هيجي 1000 واحد غيره، لكن تيل بيقول له انه محدش هيفتكره لما يموت لان الكل بيحتقره. وبياخد السهم اللي في رجله قبل ما يقتله وولتر بيقف قصاده وبيقول له انهم صيادين وما ينفعش يقتلوه لانهم مش همج زيه. وتيل بيسمع كلام ابنه وبيسيبه، وبعد 3 ايام بيدفنوا كل اصدقائهم اللي ماتوا. وبعدها بيرسا بتوصل لهم وبتقول لتيل انها قتلت الملك علشان تخلي الجيش يرجع تاني، وتيل بيشكرها وبيطلب منها تنضم ليهم، لكن بتقوله ان دلوقتي الخطر عليهم بقى اكبر علشان الاميرة اجنس بنت الملك متوحشة اكتر منه وهدفها تقطع راسه. وفي نفس الوقت كانت الاميرة بتجهز الجيش بتاعها علشان يهجم على سويسرا مرة تانية. وبيخلص الفيلم بعد ما تيل رجع ارضه وانتقم لموت اصدقائه والناس الابرياء من الاحتلال النمساوي. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة علشان نوصل لل100,000 مشترك، واستنونا في ملخص تاني. سلام.